شيخنا نريد منك أن توجه، لا نقول يعني كلمة، بل صرخة لمشايخنا، مشايخ السنة والمشايخ بالأخص السوريين وطلاب العلم المتقدمين، لا نقول متقاعسين ولكن المتأخرين عن الدخول إلى الداخل وعن إصدار الفتاوى وإصدار النفير والدعوة إلى الجهاد. فنرجو منك يعني أن توجه لهم شيء يحرك مشاعرهم. نعم أخي أبا الوليد، يعني الشيخ سالم الرافعي جزاه الله خيرا تكلم قبل قليل بكلام ليس لي الحق أن أعقب على كلامه، فهو شيخنا وأستاذنا، ولكن نوجه كلمة من زاوية صغرى تحت زاوية الشيخ سالم حفظه الله إلى علمائنا، وكنا قد تكلمنا سابقا وقلنا حديثا مطولا في ذلك. فلتكن العبرة مما جرى مع الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي، هذا الذي خدم النظام كثيرا، وبعد ذلك كما رأينا جميعا وبالأدلة الصارحة وبالأدلة الحقيقية كيف أن النظام قتله بكل برودة أعصاب واستحقر كل خدماته التي كان يقدمها لهذا النظام. فيا علماءنا يا علماء البلد، يا علماء البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. إذا أنتم لا على أقلها لم تعطوا كلمة حقيقية دينية تصيب قلوب شباب الأمة، فأين سيكون زمانكم؟ هل زماننا نحن على منابرنا أيام السلم وفي أيام الحرب لا كلمة لنا؟ الله عز وجل أمركم، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أيضا حين قال: أول ما تسعر النار بثلاثة، بمتصدق وعالم وشهيد. وكما يأتي الناس إلى العالم فيرونه في النار يوم القيامة فيقولون: ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لذلك لا تكونوا أول من يسعر بكم النار يوم القيامة. وتذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: فأنتم ورثة الأنبياء، ووريث النبي لا يجب أن يكون متقاعسا حتى لو على كلمة الحق. فيا مشايخنا ويا علماءنا، أنا ابنكم وأنا تلميذكم وتربيت على أيديكم، أستصرخ نخوتكم، أستصرخ دينكم، أستصرخ ضميركم. ألا نرى كل يوم الآلاف المئات من المغتصبات والمنتهكات؟ ألا نرى كل يوم ما يحل بأطفالنا ذبحا؟ البارحة في الجديدة عندما رأينا أكثر من 400 أو 500 شهيد قد قضوا ذبحا، ورأينا بعض الفيديوهات والمقاطع التي يقولون بها: أتذهبون إلى الحور العين؟ نعم، النبي وعدنا بالحور العين ووعدنا بالجنة، وإن قتلانا في الجنة، وإن شهداءنا في الجنة وقتلاكم في النار بإذن الله عز وجل. لذلك يا علماءنا يا أحبتنا، الناس تسمع منكم، ولا تنسوا أن ثورتنا خرجت من المساجد، فأنتم لكم الدور الأكبر في توجيه شبابنا وفي تربيتهم التربية الصادقة الجهادية الصحيحة. فلنهب يدا واحدة ولنكن يدا واحدة في سبيل الذود عن أعراضنا ونسائنا وأطفالنا. وبارك الله بكم وجعلكم الله ذخرا لهذه الأمة جميعها. جزاك الله خير شيخ. كان معنا على الهواء مباشرة الشيخ عبد الرحمن العكاري، عضو هيئة العلماء الأحرار في سوريا. جزاك الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.